السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غنحضر معكم عجينه البيتزا تاع المقله. كتجي زوينه وهشيشه، ولا بغيتي تحتفظي بها كتحتفظي بها، وقت ما بغيتيها كتجبديها. نبداو على بركه الله. عندي هنا فورص، تقريبا نص كيلو تاع فورص، وشويه القمح كيف ما كتشوفوا معايا. كاين اللي ما كيديرش فيها القمح، ولكن القمح كيعطي واحد رطوبيه كتجي زوينه ورطبه. ناخذ الخميره وشويه ديال الملحه على حسب الذوق، وعندي تقريبا 2 معالق صغيورين ديال السنيده، ومعلقه ديال الزبده، هذه غير معلقه صغيره عندي، وجوج ديال الزيت العاديه، وجوج ديال الزيت الروميه، زيت الزيتون، هادو معلقات غير صغار. ناخذ شويه ديال الزعتر، سخنته ودفيته وحكيته صافي. دابا نخلط المكونات كيف ما كتشوفوا معايا، وغنبدا نعجن بالماء يكون شويه دافي كيف ما كتشوفوا معايا. انا دابا عجنتها، درتها في بلاستيكه خليتها ترتاح. غنقسمها على 4، وانتم على حسب الرغبه كيف ما بغيتوها. انا هنايا درتها كبيره صافي، وغنكورها كيف ما كتشوفوا معايا، ونخليها عاوتاني ترتاح. مني غترتاح عاوتاني غناخدها وغنبدا نقرص فيها. انا كنستعمل هنا المدلك، وكنبدا ندور فيها غادي، وكندور كنخدم فيها وكندور كيف ما كتشوفوا معايا باش تجيني دائره، تجيني دايره. نكملها كامله على هذه الطريقه صافي. دابا غنمشيو لاصوص. هنا كنحتاج تقريبا 4 المطيشات ولا 5 على حسب. وناخذ بصله محكوكه، عندي هنا التحميره، البزار، الملحه، شويه ديال السنيده كيف ما كتشوفوا غير شويه صافي، وحك ديال المطيشه والثومه وورقه ديال سيدنا موسى. ناخذ هادشي كامل غنوضعو فوق هذيك المطيشه كيف ما كتشوفوا صافي، ونحط عليهم ورقه سيدنا موسى، ونوضع هادشي فوق البوطه حتى طيب لينا. ها هو بعد ما طاب لينا لاصوص، دابا غنبدا نطيب في عجينه ديال البيتزا. كنديرها في مقله، كنخليها حتى تصهد لينا مزيان وتنشف. هانتوما كيف ما كتشوفوا. ونعاود نهز واحده اخرى، يا اما تقبوها بالفرشيط يا اما بهاد الاله ديال البيتزا. انا دابا هنايا كملتها، درت لاصوص، شديت البصله شحرتها، الفلفله شحرتها حتى هي درتهم، قطعت شويه بيبيتا وشحرته في بصيله ومليحه وشويه البزار، لي شامبينيو كيف ما غتشوفوا معايا حتى هو، الزيتون الكحل والزيتون الخضر. ايوا صافي. واللي عنده الطون، كان عندي واحد شويه طون حتى هو درتو. وكندير كيتشوب، وبالصحه والراحه، وكنتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب وبصحتكم.